غيبدا الفيلم ديالنا بواحد البنت صغيره باها كيعاود لها قصه ديال واحد الاغنيه محليه ديال الكونتري وكتمد ليه السوارات والطرنوفيسات وفاهمه الميكانيك. شويه سولاتو غتحضر ريبيتيسيون ديالي، قال لها غادي نطرقك من بعد الخدمه، وقالت لي راه قلت لماما تخلص لك الاشتراك ديال التليفون، ولكن قالت لي راه ما غيبغيش، ويقول لها انا راه خاصني التليفون غير باش نتصور معاك ونصورك. وغيبان لينا باها اللي هو جيمي خدام في المنجم ترونكيل. شويه ويعيط ليه الشاف، مشى عنده قال لي خاصني نجري عليك. جيمي ما عرفش شنو دار حيت ما دار والو. الشاف قال لي راه السوبرفيزور شافوك كتعرج وانت ما كاتبهاش في الوراق، يعني خاصهم يجريو عليك، ما عندي ما ندير لك. خرج في حاله، حنسروه ولاد الذين. شت الطريق راجع خدم يتمزك شويه ويتحسر على الحاله ديالو. في هذا الوقت في الصالون ديال اختو كتعاود الكليان على خوها جيمي، كان غادي يولي واحد اللاعب واعر ولكن تهرس من ركبته. هو يوصل جيمي عند الصالون وقال لها راني غادي ندوز لعند بنتي نشوفها. اختو قالت لي راه داكشي داز البارح ماشي اليوم. هي تبدا تعاود لي راه منين دات بنته راه حفظات الطريق وعرفات شحال ديال الكيلومتراج ومنين دوز. قال لها علاش ما عيطتيش ليا؟ وهي تفكروا راه التليفون ديالو طافي ما مخلصوش. واحد الشارفه تما في الصالون شدات فيه، واش انت من العصور القديمه؟ قال لها ومن النوع اللي ما كيحملش بنادم يتدخل فيه. المهم جيمي مشى يزور بنته حيت عايشه مع ماماها اللي مطلقه هو. بدا يعتذر حيت كعات عليه وقالت لي راه البوليس شدوا اختك في الطريق على السرعه وهي هازه مع البنت. المهم شاف بنته وفرح بها، ولكن صدعوا دوك البعالك ولاد راجل ديك الطليقه ديالو. غادي يديهم يتفرجوا في واحد الفيلم ديال ريهانه، هو ديال الكبار ما يليقش للصغار. وراها الطليقه ديالو غادا تقول لي اجي نهضر معاك واحد الهضره. قالت لي راه غادي نتحول، راجلي غادي يحل محل بعيد شويه، شوف كي دير تبدا تجي تشوف بنتك. جيمي كعا وقال لها راه غادي نشوف مع المحامي ديالي، ما غتبعديش عليا بنتي. واخا ضحكات عليه قالت لي تعدك بعدا فلوس المحامي. المهم جيمي مشى في حالته، وفي الليل غادي يجلس في واحد البار اللي خوه هو البارمان ديالو. هاد خوه مقطوع عليه يدو في الحرب ديال العراق، وهو يبدا خوه اللي سميتو كلايد كيعاود ليه على النحس اللي ضارب هاد العائله. ولكن جيمي قال لي راك كتخربق، هاي اختنا مايلي راه بخير وعلى خير. وخرج يشم شويه الهواء. شويه دخلوا واحد ثلاثه، واحد فيهم مشهور كيدير داكشي ديال السباقات، شبعان طريطمه وعياقه كيدوي بالبريتيش، وبدا يضحك على ديك اليد البلاستيكيه اللي مركب كلايد. كلايد تا هو ماشي من العاكزين ويحيد يدو وبدا يخدم بلا بها. جيمي هو يرجع بان لي الاخر قال لخوه صايب لي واحد جوج اخرين وبغى يصور، وقال لي راني مشهور غادي نشهرك. جيمي ويكا كيضحك ليه على خوه، قال لي هذاك اللي كضحك عليه راه مدوز العراق، راه خصك تحتارمو. الاخر قال لي انت برجل وخوك بيد، يلا غادي تكملوا واحد مقاد. جيمي ويقول ليه اجي انت هو داك المشهور ياك، شي تصويره معاك الله يحفظك. مع شدو ويردخ ليه راسو مع الكونطوار. خوه هو يخرج حرق ليه الطوموبيل وخلاه ضد الثلاثه. جيمي خرج كاعي ويقول لخوه الشيف لور، والصباح هو يبان لينا كيصاوب الخو الفطور. وغتبان لينا واحد الليسته معلقه جيمي، لائحه فيها 10 الخطوات لسرقه بنك. كلايد كعا حيت قال ليه الشيف لور، وهي واحد الكلمه ديال السر بيناتهم. قال لي اخر مره قلتي لي هذه الكلمه راه مشيت فيها الحبس ل6 شهور. جيمي قال لي حيت كنتي خاصك تحضي لي العك كنت خويتي يا صاحبي. قال لي كلايد راك صغير يا صاحبي، انت ديما جارني معاك الجرائم، ولكن ملي صوتي لي الفطور اللي كيعجبني غادي نسمح لك. سمعني البلان. جيمي ويبدا يشرح لي، قال لي عندي بلان ديال واحد السرقه ناضيه. قال لي كتعرف الحلبه ديال السباق ديال ناسكار ياك؟ راه ماشي غير بلاصه ديال السباقات، راه بحال الموسم، دايره بحال شي مدينه صغيره كيتفرجوا فيها وكيكريو فيها البرطمات وعندهم بوليس ديالهم خاص. هو يجيب لي واحد البلان مصايبو بالكرتون وبدا يشرح لي كيفاش كدوز الفلوس فيه. قال لي راه كيدوزوا الفلوس الكاش في واحد تيوب وتفرق عليهم واحد القادوس قديم، والشركه اللي كتخدم فيها هما اللي مشاو يصايبوه. كلايدو يقول لي ولكن راه يلاه جراو لك. جيمي قال لي ما كيهمش، المهم هو عرفت البلاصه فين كاينين دوك لي تيوب، وراه حددت الوقت اللي غادي نديرو فيها، نهار 4 في شهر 6، وقت المعرض ديال الطوموبيلات. غتكون الحراسه قليله واخا القضيه راه صعيبه شويه، الخزنه خاصنا اللي يفرقعها علينا، وكاين واحد اللي يعرف ليها هو جو بانك. مشاو عند هاد جو بانك اللي مشدود في الحبس، قال لهم عندكم شي صرف؟ جبدوا الصرف، خداو واحد جوج بيضات، دار لهم الملح وقال لهم راه مع فيا الطونسيون. المهم السيد مفنير مزيان غيشرحوا لي البلان، واخا بدا يتنفخ عليهم ما محتاجش الفلوس. قالوا لي واقيلا معول على دوك الفلوس اللي دفنتيهم تحت الشجره، راه داتهم لك مرات خوك وهربات مع واحد السيد اخر. المهم غادي يوافق وغيبداو يشرحوا ليه شنو خاص يفرقع. هو يبدا يسولهم على الالارم ديال الزلزال. قال لي جيمي راه كاين تما الحفير وراه طافينا داك الالارم، ويقول لي راه باقا لي 5 شهور ديال الحبس. قالوا لي عندنا واحد البلان باش نهربوك، ويعجبوه الحال. غادي يهربوه يدير القضيه وغادي يرجع للحبس. قال لهم مشيتو مع عائله لوغان راه مسطين كيف ما كيقولوا عليكم. ويقول لي اواه واش الناس كيقولوا علينا مسطين؟ المهم غادي يدوزوا دابا كل واحد شحال غادي يجي في حقه، ولكن جو بانك شرط عليهم، قال لهم ضروري خوتي يشاركوا معايا، ما نطيقش فيكم. وراه هادشي غادا تبان لينا اختهم مايلي مع بنت جيمي في البارك. وداك راجل الطليقه ديال جيمي بدا يتعنب عليها حتى قرب لها الطوموبيل وقال لها تيجي خدي شي وحده راني كنبيع الطوموبيلات، هادشي راه عندك عيان لا فيراي. قالت لي بنتي اللي كتسوقها اوتوماتيك، ما عمرني شفتك درتي المانيوال، وقيلا ما كتعرفش تسوق المانيوال. كلاشات ومشات. وفي نفس الوقت جيمي وكلايد لقاو خود جو بانك، واحد جوج مكاريب، شرحوا لهم البلانات وغيبداو يتنفخوا عليهم. قال لي خاصنا المبدا حيت ولينا ديانيين ما بقيناش تاع الاجراء
الاجرام. قال لي مول الشركه اللي تما راه تحرش لينا بختنا مزيان هادي. قال لي بلاتي نفكروا وما يفكروا واحد 2 ثواني تقريبا واقتنعوا. مشاو عند خوهم الحبس شرح لهم شنو غادي يديروا. قال لهم سيروا عند الدب في الغابه وخذهم من عنده واحد الصاك وغيبان لينا كلايد غادي يخرج في واحد المحل ديال ستاسيون وغادي يشدوه. حكموا عليه غير ب 40 يوم حيت مدوز العسكر ومني غادي يديروا ليه المينوط ما فهموا والو حيت يدو بلاستيكيه مسكين. وفي الطريق الترونسبور اللي مدي كلايد الحبس وقف في الستاسيون واختو كانت مراقباهم. المهم وصلوا في الحبس تلاقى مع داك جو بانك وراها غادي يبداو الخدمه في واحد الصنادق في داك لاتولي ديال الحبس. وغايبه لينا جيمي ملي كيشوف بنته حتى هي مفاروحه كثار منه باغا دير واحد لاتانت باش تسمار شويه. دا عند واحد الميكانيسيان صاحبو دار لها داكشي وغادي يدوز عند اختو اللي كوافوره غادا تقاد لها باش تمشي لديك المسابقه ديال الغنى. ما خرج يضرب واحد بيمو داز حدا واحد خيطنا قالت لي مالك فوجك هذاك راه بان لي عندك كزاز خاصك عليه واحد البرا ويدي له واحد الكرفان ديال المساعده الطبيه ودكات ليه البرا. السيده كتعرفوا من يامات الليسي كان مشهور كيلعب مع واحد الفريق ديال الامريكان فوتبول ومع شاف سميتها سيلفيا قال لها هاد السميه فشي شكل ديال العيالات الكبار. تبرزطات ويعرف راسو راه خربقه وينوض يمشي في حاله ويسمع ان الموتور عنده معيان ويقول لها شوفي دوزي عند واحد الميكانيسيان راه كنعرفوا راه غادي يتفاهم معاك في الثمن. وتا غادي يبغيو يمشيو ويتفكر انه كان داير معاه شي بلان في يامات الليسي. المهم مشات ويتفكرها مزيان ديك الساعه. وفي الليل غادا تبان لينا مايلي كتصبغ في سرق الزيتات بالالوان ديال الصباغه ديال الظفار وكتسول في جيمي واش درتي شي خطه احتياطيه ويقول لها دابا هذا في دوك سرق الزيتات وهنينا شويه. وغيبالو لينا خو جو بانك مضاربين يشريو السلعه اللي خاصهم في الوقت اللي جيمي مشى تسلت للشركه خول البلانات ديال ديك البلاصه ويدير براسو راه غير جاي يدير الحوايج ديالو منين سلم عليه الشاف ويقول ليه راه قريب نساليو الخدمه هنايا. جيمي غادي يتبرزط حيت خاصو يبدل النهار ديال الخطه. عيط لخوه وقال ليه خاصنا نسبقوا الوقت وعوض معرض السباق ديال السيارات غادا تكون في الوقت ديال اكبر سباق في العالم. ويقول لختو صافي نكملوا البلانات عيطين للمخبازه. الغد ليه الموظفه ديال الخزنه وصلات واحد الحلوه ما فهمات والو وعرضات على اللي خدامين معاها. شويه وما يعيطوا عليها راه طوموبيلتك ضربات. خرجات شاف ديك الحاله ومع رجعات لقاتهم راه سدوا الخزنه وخرجوا وبقات الحلوه ديالها لداخل. وفي الليل مشاو دوك جوج مكارب دخلوا البلاصه ديال الحفير وما يبداو يديروا سرق الزيتات في دوك لي تيوب كل تيوب فيه لون. والغد ليه في الصباح غادي يبان لينا جوبان كيتفاهم مع المحابسيه وفي نفس الوقت ديك الموظفه رجعت للخزنه وهي تلقى سرق الزيت واصل الحلوه. عيطوا لدوك اللي كيديروا الدواء وينقيو البلاصه اللي غادي يكونوا فيهم دوك جوج مكارب وما عيطوا لجيمي قالوا لي راه اللون اللي وصل راه هو البينك. صافي غادا تبدا الخطه ديال الحبس. والغد ليه جو بانك مع فاق مشى شرب واحد الماء ديال لاتولي وغيبان لينا الناس داك عامر وزاهي الدنيا. جيمي يبان لينا في ذاك الوقت مشى عند دوك الجوج مكارب اللي ناعسين معطلين عليه ومايلي غادا تمشي عند بنت جيمي ديها المسابقه. وصل وقت الغدا في الحبس جو بانك غادي يبدا يتقيا ليهم تمايا وغيديوه لعند الفرمليه. مايلي غادا تخرج من بلاصه المسابقه وغتدي الطوموبيل ديال خونا اللي بدلها دارها مانيويل باش يعيق عليها. وفي هذا الوقت جو بانك غادي يعيط على الفرمليه يقول لها بغيت الطواليت. وكلايد اللي كان كيمسح الارض تمايا جا عندها قال لها انا غادي ندي ما تخافيش انا نوصل. دخلوا من الطواليت وغادي يهربوا منها ركبوا دوك الصنادق اللي صوبوهم في الترونسبور ديال الحبس وغادي يسلتوا فيهم. السباق قريب يبدا والمحابسيه هما متفقين على الوقت غادي ينوضوا يقربلوها تمايا وبداو يضربوا مع الحراس وغادي يسدوا على راسهم في داك المطعم وغادي يضرب الالارم ديال الطوارئ وغادي يتسد كلشي. في الوقت اللي غادي يبانوا لينا دوك جوج مكارب غادي يفرقعوا واحد البوست ديال الريزو وغيبان لينا تي بي او ما بقاش خدام في المحلات ديال السباق كلشي غادي يبدا يخدم بالكاش. وكما العاده الترونسبور ديال الحبس غادي يوقف في الستاسيون. جو بانك وكلايد غادي يهربوا غيتلاقاو مع مايلي اللي كانت كتسناهم تمايا. جابت لهم الحوايج وجابت لخوها واحد ليد ديال البلاستيك تمو غاديين. خوها هو يقول لها راه غادي يشدوك راك عافطه بزاف. شرحات ليه راه كاينه العطله وكاينه غدا دوريه وحده في الطريق وراه درنا لها واحد البلان باش تلاها. جيمي فعلا في نفس الوقت غادي يعيط للبوليس ويقول لهم راه واحد الطوموبيله مكسيريه في الطريق وما غتكون الطوموبيله ديال ديك الشارفه اللي كانت برزطات وغادوز من حداهم الطوموبيله ديال مايلي بالزربه ما داواش فيها. جيمي غيبدا المهمه دخل نزل لتحت والسباق قريب يبدا ومع هو اشهر سباق في الميريكان غادي يكثر البيع والشراء غادي يبداو يصيفطوا في الكاش. قالوا حتى من بعدهم بداو نحسبوا في هادشي وغنكتشفوا ان داك خونا اللي كان ضارب معاهم في البار حتى هو مشارك في هذا السباق. غيكون شاد في داك صاحبو اللي معاه في الفريق بغى بزز يشرب داك الشراب اللي هو داير ليه الاشهار. مع الوقت اللي وصلت فيه مايلي والبقيه وجو بانك دخل وداز يتقدى شي لعيبات تافهين. في هذا الوقت في الحبس المحابسيه شدوا الحراس وداروا مطالب ديالهم اللي منها يجيبوا ليهم روايات ديال جيم اوف ثرونز. غيجي المدير يقول لهم راه باقي ما خرجوش اصاحبي دوك الروايات. المهم هما باغيين يمرضوا الوقت غادي يمشيو يجلسوا يتفرجوا في السباق. غيبدا النشيد الوطني كيتغنى كلشي غادي يوقف في احترام ومع غادي يبدا السباق. كلايد وجو بانك غادي يدخلوا من واحد الفتحه ديال الزبل. جو بانك كاعي ما يسحبش ليه القضيه فيها الزلايق ودشي. المهم وصلوا عند جيمي وخاص دابا يفرقع عليهم داك الحيط. غيبان لهم جبد داك التخربيق اللي شراه هو اللي باغي يفرقع به. ما فهموا والو بداو يسولوه دار فيهم راه هادشي راه العلم اصاحبي. وغيبدا يشرح لهم راه البوتاسيوم اللي في هادي مع الكبريت اللي في الستيلو طاطاطا. المهم قراهم درجات بدا يكتب لهم
معادله كيميائيه في الحيط. صافي خلاوه على خاطرو، لاح ديك الميكا في التوب وتخباو، والو ما تفرقعاتش. شويه ويترجع لهم من داك التوب ويدخل عليهم داك كلايد وبدا يتفكر ديك القصه ديال النحس اللي تابعهم. ولكن جو بانك قال لهم لا راه غير حسمت الميكا بزاف، خاصني نرخفها شويه، ويعاود يدخلها للتوب وفعلا تفرقعات هاد المره. وهو يبدا يخرج الدخان من دوك لي تيوب اللي في المحلات. البوليس ديال تما غادي يمشيو يبداو يقلبوا على منين جاي الدخان هذا. وفي هذا الوقت جيمي مع البقيه بداو يشفطوا في الفلوس بواحد الفونتيلاتور، ولكن خربقوها تتسرطات اليد ديال خوه. غادي يكعاو غادي يمرضهم بزز باش بردوه. قال لهم والو باغي نجبد يديه. خو جو بانك بداو يعايروه ويضحكوا عليه وقال لي شتي راه قلنا لكم راه اللوغان نتوما منحوسين. جيمي بدا يبرد في خوه وجو بانك بدا يبرد توا في خوتو وصالحوهم بزز. وغيبان لينا في السباق داك خونا اللي شرب بدا يخربق في السوقان ويخرج من السباق كان غادي يموت. شويه خو جو بانك خاصهم يبداو يهزوا في الميكات ويخرجوهم. ما غيتلاقاو غا مع السيكوريتي، سولوهم على الدخان وما يبداو يقفقفوا ويخربقوا. المهم خلاوهم يدوزوا وما سالاتش هنا، عاوتاني غادي يوحل لهم الباب ما غاديش يتحل لهم باش يخرجوا. وما يبانوا لينا السيكوريتي بان لهم واحد الدخان خارج من واحد البلاصه. حلوا الباب وما يلقاو واحد خونا كيكمي. جو بانك هو يمشي يقلب على خوتو علاش تعطلوا، وجيمي تا هو غادي يلحق عليهم ومعاه خرج مع غادي يتصاط حتى هو مع السيكوريتي. سولوا على الدخان قال لهم كنشم الدخان ديال الطوموبيلات انا. خلاوه يمشي ويمشي يحل دوك مكاريب الباب. قال لهم راه غير السلسله كانت واحله. وغادي يرجع جيمي وغيصيفط خوه جو بانك قال لهم صافي دابا سيروا في حالاتكم نتوما. وغيبان لينا في النفق ديال السباق دوك جوج سواقه مضاربين مع بعضياتهم، انت اللي عطيتيني الشراب هذاكشي علاش خسرت. وما غيتلاقاو غا مع داك جو بانك وكلايد. غادي يفرشخوهم مزيان وغيهربوا عند مايلي اللي كانت كتسنى فيهم. وغيبان لينا جيمي تا هو خرج مشى شاف دوك الميكات ديال الفلوس في البيكوب ديالو. وغيبان لينا دوك المحابسيه غادي يخدموا الالارم ديال العافيه. وداك المدير بزز ما راضيش عيط على البومبيه حيت ما بغاوهمش يعرفوا راه كاين الصداع. جو بانك وكلايد غادي يتسلتوا مع البومبيه. المهم البومبيه دخلوا لقاوهم شاعلين واحد البوبيل ديال الاوراق. مايلي تا وصلت المسابقه القضيه سلكات. وتبان لينا بنت جيمي كتسول على باها واش تا هو غادي يجي. وفي هذا الوقت الفرمليه غادا تجي عند جو بانك غتلقاه مغط بحال ما طاري والو. وغتبان لينا بنت جيمي طلعت للمنصه معولين عليها تغني رهانه، ولكن مع شافت باها وصل غادا تبدا تغني الاغنيه اللي كان كيشرح لها باها القصه ديالها، وهي اغنيه على ويست فيرجينيا. كلشي بدا يغني معاها ومتاثرين حيت الاغنيه على الولايه ديالهم. وهكا ربحات في المسابقه. وخونا راجل ديك الطليقه ديال جيمي شاف الطوموبيل ديالو مهلوكه كان غادي يتسطى. في الوقت اللي جيمي بان لينا وقف في واحد ستاسيون بالطوموبيل اللي فيها الفلوس ويأنبوا الضمير ديالو خلاه ومشى. وفي الليل كلشي مغط مهلوك ناعسين وفرحانين قضاو الغرض. وغنشوفوا في ديك الليسته ديال جيمي النقطه العاشرة اللي هي امتى تحبس وعرف وقتاش تزيد في حالك. المهم وصلت الخبر للبوليس وما يلقاو الفلوس. اختو مع شافتو جرات عليه كات. وغادي يجي واحد جوج من الاف بي اي يديروا التحقيق. سولوا كلشي حتى الشاف ديال جيمي القديم ما كاين لا بصمات لا والو، ولكن داك السواق قال لهم راه شفتهم كنعرفهم شكون. قال لهم راه ضربت معاهم وفايت ضربت معاهم في واحد البار. بدا يعاود لهم راه ضربت مع واحد عنده يد واحد ما عندوش يد واحد ما عندوش رجال ولا ما عرفت شنو. بداو كيضحكوا عليه الاف بي اي ولكن شراها لراسو حيت هو اللي ضارب مع صاحبه. وغيدوز الوقت وخرج كلايد كمل الحبس ديالو وتلاقى مع اختو مايلي. سولها واش هضرتي مع جيمي؟ قالت لي راك عارف اللي كاين. ومشى غادي يسكن معاه هي عوض اللي كان ساكن مع جيمي وجابت ليه حوايجو. والاف بي اي مشاو يسولوا المدير ديال الحبس على كلايد. المدير ما راضيش كما العاده وقال لهم الحبس ديالنا ما كيطراش فيه هاد المشاكل نهائيا. واخا قالوا لي راه وصلوا البومبيه هذاك النهار والو ما راضيش وبقى كيقول لهم راه غير الكوزينه كانت فيها شي مشكله ديال العافيه. وفي الحبس جو بانك بان لينا كاعي على الفلوس اللي مشات ليه. ومشى المدير زاد عليه نيت ودخلوا الانفرادي بردوا فيه الحر مزيان. واخر ما بقى الاف بي اي هو يقلبوا جيمي فين كان في ذاك الوقت. لقاو ما عنده لا تليفون لا عنده حتى شي حاجه باش يتبعوه، وحتى الطوموبيل ديالو قديمه ما فيها لا جي بي اس لا والو. غيدوز الوقت وغيبان لينا جو بانك خرج من الحبس مشى عند كلايد للبار وكيسولوا على خوه. وفي الاخر غيبان لينا كلايد داير واحد ليد ناضيه. ما علينا داز الوقت والمدير ديال الحلبه ديال السباق قال الاف بي اي صافي سدينا القضيه وخدينا فلوس لاسيرونس. واخا ديك خيطنا في الاف بي اي قالت ليه باش عرفتوا شحال ديال الفلوس مشاو لكم باش خديتوهم؟ ما جاوبهاش وبدا يراوغ فيها. عاقد راه ضربوا حتى هما يديهم مع لاسيرونس. في واحد النهار حتى يدق شي واحد على جو بانك وغادي يهرب. خرج ويلقى واحد الباله محطوطه عاق ويهزو مشى بدا يحفر تحت ديك الشجره اللي فايت مشاو ليه منها الفلوس. فعلا هو يلقى ميكا عامره بالفلوس. هنا غيعيقوا ان جيمي راه غادر داك القالب. من وقت ما تلاقى مع خوت جو بانك وهو كيبلاني هو اللي سد الباب وهو اللي شفط بالعاني اللي ديال خوه. اختو راه دخلات هزات الفلوس وهربات قبل ما يساليو ونقى الدنيا مزيان قبل ما يخرجوا. ولاح الفلوس غير في الطارو ديال الزبل العادي ودار لهم واحد العلامات وكان من وراها
وراه مشى للزباله نيت جبدهم، وحتى داك الحباس اللي كان دار الاضراب راه هو اللي متفق معاه وتهلا فيه مزيان. حتى ديك الموظفه مسكينه اللي مشات لها الحلوه صيفط لها واحد الحلوه مزيانه، وسيلفي اللي كانت دكات لي البرات هي تهلا فيها وغيمشي يشوف بنته، وخدام واحد الخدمه باسله كما العاده، وشاهد ستو مع بنته وكيتسطى عليها. وفي الليل غادي نشوفوهم في البار مجموعين، وكلايد هو يسول جيمي علاش غبرتي، قال لي حيت التليفون ديالي كان مازال خدام وانا ما مخلصوش، يعني كانوا مراقبيني. مني سكت راه جيت. كلايد قال لي التفكير بزاف على واحد من العائله ديال لوغان صاحبي، ويتبان لينا جات عنده سيلفيا وجو بانك طيح لهم مايلي. اما كلايد شاف كليانه جديده وطاحت فيه، وهي نيت ديك خيطنا ديال الاف بي اي. وهكا سهل الملخص ديال هذا الفيلم مفروح وصدقات للتريكه ديال لوغان. ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلوكم ملخصات جديده، وتفرجوا في الملخصات الاخرين. تهلاو.